الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المنصة الكريمة والحضور الكريم في هذه الأيام الصعبة لنجتمع سويا لكي يكون اختصاص كل مواطن مسلم نحو هدف واحد ضد العدو الغادر ومن يؤازره. بنقول يؤازره عشان نعرف ان عدونا الرئيسي الحركة الصهيونية العالمية، وبترى من وجهة نظرها ان الجيزة الكبرى هي مصر، لان مصر هي الوحيدة اللي بتنافسهم في حب الله. هم شعب الله المختار في اول هذا، واحنا المصريين فقط اللي بينافسوهم في حب ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى تجلى على ارض مصر وكلم سيدنا موسى على ارض مصر، وان الكتب الثلاث السماويه المسيحيه والتوراه والقران كلها مكتوب فيهم كلهم حته مصر محفوظه في الكتب السماويه. هم بيروا ان ربنا كلم سيدنا موسى ان كل الانبياء خرجوا من ارضنا وعدوا من ارضنا، ان سيدنا يوسف مسك خزائن الارض كلها في مصر. فهي دي العقد اللي عندهم. وتشوفوا رغم ان احنا الحمد لله كانت حرب 73 عادت لمصر هي بيتها وارضها، نلاقي الاحتكاكات دايما في مناطق الاستيطان في سيناء، ازاي بيحاولوا ان هم يناوشوا فيها، وبعدين بيحاولوا النهارده يقول لك انا النهارده الفلسطينيين علشان يقيموا عندنا ويقيموا في الاردن ويقيموا مش عارف فين. احنا بنقول الفلسطينيين دول انتوا عارفين عايزين غزه ليه يا جماعه؟ غزه دي بالنسبه لهم عاوز يعمل قناه اخرى، يقفل قناه السويس، قناه اخرى من السعوديه الى البحر الابيض المتوسط علشان يغيروا هذا المسار. احنا مصلحتنا القوميه ومصلحتنا الخاصه ان احنا نقف ونقول لهم لا. ويبقى شفتوا بروتوكول اللي حصل لنتنياهو وهو رايح يقابل الرئيس الجديد الامريكاني، شفتوا تداول على كل الاجهزه المعنيه وهو بيسحب له بالكرسي عشان يقعدها، عشان تعرفوا قد ايه سيطره اليهود حتى على رئيس الولايات المتحده. راجل بيتكلم يمين وشمال وما هوش عارف بيعمل ايه. واعتقد موقف مصر اساسا في كانت المحادثات اللي ما بين الجانب العسكري او مصر والجانب الاسرائيلي، وازاي رفض كل مطالبهم بتحديد اي قوات في سيناء، لان هم خدوا اتفاقيه السلام وخدوا محور فيلادلفيا. فاحنا اساسا كان لازم نعمل التعبئه الكامله للجيش المصري. واعتقد طوال تنوع التسليح اللي عندنا وقوتنا في تأهبها وتدريباتها ان شاء الله قادره على انها تحقق لجموع الشعب المصري في اصطفافه في ايد واحده كلها، يحقق لنا كل ما نريده تجاه العدو الذي لا يرحم ولا يترك فرصه الا ويحاول ان يكيدها سواء اقتصاديا او اجتماعيا. فانا بقول لشعب مصر كلنا لازم نبقى كلنا ايد واحده مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولازم يبقى اتجاهنا كلنا مع رئيس